نحن هنا في مدينة قلعة الأندلس، جئنا لنكتشف قصة لباس تقليدي يتجاوز عمره 4 قرون، لكنه مهدد بالاندثار. اسمه الفراشية القلعية. وتوا باش نمشيو لآخر عائلة قاعدة تصنع في الفراشية. أنا الوحيدة تويكا اللي قاعدة نخدم في الفراشية. علاش قاعدة نخدم فيها الفراشية؟ على خاطر أنا لقيت حموية يخدم فيها، ما عادش يخدموها خاطر العباد ما عادش ولت تتلحى في الفراشية، بدلت لبستها، بعدت على الفراشية، ولت العباد شلت الكبوت. المهنة ماهيش سهلة، المهنة صعيبة، تحبت لها شكون معناها باش يتعلموها، تحبت لها وقت كبير. مهنة هي أصلها متاع رجال، وانا حبيت دخلت فيها معناها كامرأة. يمكن ما فماش تو حتى تشوفي ما فماش امرأة اللي تخدم في النقل. الفراشية تعمل على الأقل 7 8 مراحل باش من الصوف اللي تخرج فراشية هكايا معناها مخدومة. كلنا كي نقلق نجي للنول، نحب نجي لهنا، نعدي وقتي هنا.